بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في اللاب العملي في الجزء الخاص بال VPN سايت تو سايت. اتكلمنا على الجزء الثيوريتيكالي وقلنا ايه هو ال VPN سايت تو سايت، ان انا بربط السايت بتاعي الاون بريمسز على الاذر، بحيث ان انا ما احتاجش زي البوينت تو سايت ان انا ابدا اعمل كونكشن وان انا انزل السوفت وير بتاع الفي بي ان بوينت تو سايت والسيرتيفيكت والجزئيه اللي اتكلمنا فيها في البوينت تو سايت في بي ان. هنتكلم النهارده على اللاب العملي في تطبيق الفي بي ان سايت تو سايت. طبعا عشان نعمل سيميوليشن للموضوع احنا محتاجين فاير رول، زي ما اتكلمنا قلنا ان في الغالب ده بيشتم على فاير رول، فاحنا هنعمل اللاب ده توتالي بالكامل على الاذر مع استبدال بعد كده في اللاب التطبيقي بتاعنا. لما تيجي تعمله بقى في ارض الواقع عندك في الشركه او في المؤسسه بتاعتك، هتستبدل الاي بيات بتاعت الاتش كوارتر الهيد كوارتر بس هنا في الاجزاء اللي احنا بنتكلم فيها. طيب هنا التوتال بتاع الموضوع هنعمله على الاجر ازاي؟ خلونا نشوف هنا الاول. هنا الجزء من ناحيه الاجر، من ناحيه الاجر احنا هنعمل اجر فيرتشوال نتورك، والاذر فيرتشوال نتورك دي ليها ادرس سبيس وليها ديفولت سايت وجيت واي سبنت، ليها ديفولت سبنت وجيت واي سبنت. هنعمل في ام هنا، يعني زياده هيبقى في ام هنا في الناحيه بتاعت الاذر، وهتاخد من السبنت الخاصه بالفيرتشوال نتورك بتاعت الاذر. عظيم جدا. بعد كده هنبدا نعمل ايه بقى؟ هنبدا نكرييت ال اتش كيو برضه فين؟ على الاذر. هنكريت الاتش كيو برضه على الايه؟ على الاذر. فهنعمل اتش كيو اللي هو ده بيمثل الاون بريمسز اللي عندنا، الداتا سنتر اللي عندنا في الشركه بتاعتنا. هنا هنعمل اتش كيو نتورك وهنديها سبنت رينج طبعا مختلف عن الثاني، وهيعمل فيها هنا الديفولت سبنت وهنوصل بيها في ام اي هنا، وهنعمل جيت واي سبنت عشان القصه بتاعت الفيرتشوال نتورك جيت واي. طيب فاللاب هيبقى هنكرر الحاجات اللي بتعملها هنا بنعملها هنا، فنحاول نركز عشان هيبقى فيها شويه تفاصيل ممكن تبقى مزعجه شويه، ولكن مع التركيز ان شاء الله والتطبيق والفهم هيبقى الدنيا بسيطه باذن الله. هنا هنعمل ايه بقى بعد كده؟ بعد كده لما احنا كريتنا الفيرتشوال نتورك وعملنا الديفولت سبنت وعملنا الجيت واي سبنت، هنا عملنا فيرتشوال نتورك للهيد كوارتر وهنعمل فيها الديفولت سبنت والجيت واي سبنت. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل الطبيعي بتاعنا الفيرتشوال نتورك جيت واي من ناحيه الاذر، وهنعمل هنا الهيد كوارتر فيرتشوال نتورك جيت واي اللي هو من ناحيه الاون بريمسز. بعد ما بنكريت الفيرتشوال نتورك جيت واي هنعمل بقى عشان نبريزنت الكونكشن، هنعمل حاجه اسمها لوكال نتورك جيت واي من ناحيه الاذر، ولوكال نتورك جيت واي من ناحيه الهيد كوارتر او الاون بريمسز. اللوكال نتورك جيت واي اللي من ناحيه الاذر هي اللي هتبص وتشاور على بالظبط كده الهيد كوارتر. فهنا في اللوكال نتورك جيت واي هنحط البابليك اي بي بتاع الفيرتشوال نتورك جيت واي، وهنحط الادرس سبيس بتاعت الفيرتشوال نتورك هنا في الهيد كوارتر. ولما اجي اعمل اللوكال نتورك جيت واي في الناحيه بتاعت الهيد كوارتر هتبقى بتبص على الاجر، عشان كده اسمها ايه؟ اجر. فهتبص على ناحيه الايه؟ الاجر. هحط البابليك اي بي بتاع الفيرتشوال نتورك جيت واي، وكمان الادرس سبيس بتاعت السبنت بتاعت الفيرتشوال نتورك. بعد ما كريتنا الكلام ده هنرجع تاني على الفيرتشوال نتورك جيت واي وهنكريت كونكشن من ناحيه الاجر على الاجر نتورك جيت واي، وهنا من ناحيه الهيد كوارتر يكلم الناحيه بتاعت الاجر. فبالتالي الاثنين هيبقوا شايفين بعض عن طريق البرايفت اي بي. فلو الناحيه دي مثلا 172 16 او 192 والناحيه دي 10، فنقدر من الماشين دي تعمل بينج على دي والماشين دي بينج على دي طول ما الكونكشن شغال. هتلاقي هنتست الكونكشن وهيبقى كونكتد، ونقدر ناكسس الريسورسز اللي هنا والناس هنا تاكسس الريسورسز اللي هنا مباشره بدون اي خطوات زياده زي البوينت تو سايت. ودي ميزه السايت تو سايت، انت كانك بالظبط عملت فرع على الاجر ورابطهم ببعض. يلا بينا بقى نبدا ننفذ الخطوات العمليه لللاب دوت. ركزوا معانا ويلا بينا نطبق اللاب العملي. هنروح على الاجر بورتال ونيجي على فيرتشوال نتورك، وهنيجي هنا هنقول له هنا كرييت. هنكرييت فيرتشوال نتورك من ناحيه الاجر. هنسمي المسميات بتاعتنا هنا هنكرييت هنا دي كده من ناحيه ار ريسورس جروب خاصه بالاجر، هسميها ار جي داش اجر.
اس تي اس هسميها هنا ايه؟ هسميها Azure VNet Azure Virtual Network. هنخلي السبنت بتاعتنا رينج 10 زي ما هي كده، وهنخليها هنا هنسمي دي الديفولت سبنت بتاعت الاجر، نسميها بس كده اجر داش ديفولت سبنت 10 0 والادرس على 24. فكده عملنا الديفولت سايت بتاعتنا هنا اهوت الديفولت سايت، وهقول له هنا ريفيو اند كرييت. وهنكريت الفيرتشوال نتورك بتاعت الاجر. لو فتحنا كده نيو تاب عشان نروح نعمل فيها الناحيه بتاعت ال HQ او البام بريمسز، هنروح برضو على virtual networks واقول له هنا create virtual network، create resource group هنسميها rg-on premises او HQ، ونيجي هنا HQ-vnet. تعالوا نغير السبنت عشان يبقى فيه اختلاف شويه. هنخلي هنا ال HQ السبنت بتاعتنا 192 1680 على 16، ونروح على الديفولت سبنت هنسميها HQ-default subnet، وهنخليها 192.168.0 على 24، واقول له هنا سيف. يبقى كده عملنا الديفولت سبنت. هقول له هنا ريفيو اند كرييت، نبدا هنا نكريت. فبالتالي هنا احنا بنكريت الفيرتشوال نتورك هنا، واقول له هنا اوتو ريسورس كده الكريتد بتاع ناحيه الاجر، وهنا برضو من ناحيه ال اتش كيو بدات تعمل لها الكريشن. هنيجي هنا على السبنت بتاعت الاجر، هقول له اد جيت واي سبنت، اقول له اد جيت واي سبنت، فهنا هيسميها جيت واي سبنت من ناحيه الاجر، هياخد رينج واحد، اقول له سيف. فهنا هو عمل الجيت واي سبنت. لازم الفيرتشوال نتورك جيت واي لازم يبقى فيه جيت واي سبنت خاصه بالجيت واي. وهنيجي هنا في الجزء الخاص بالاتش كيو، وهاجي على السبنتس واقول له اد جيت واي سبنت، يعني اسمها جيت واي سبنت ولكن تبع الاتش كيو، هتاخد برضه سبنت 1 ولكن 192، وهنقول له سيف. فبالتالي كده انا كريت تو سبنت الاتش كيو ديفولت سبنت والجيت واي سبنت، ونفس الكلام في الاجر. عشان نبدا بقى نعمل القصه بتاعتنا هنا لازم نكريت فيرتشوال ماشين، وبعد كده نكريت الفيرتشوال نتورك جيت واي. طيب تعالوا نكريت الاجر فيرتشوال ماشين ونكونكتها على الفيرتشوال نتورك الخاصه بالاجر. فاقول هنا كريت اجر فيرتشوال ماشين، هنحطها في الريسورس جروب الخاصه بالاجر، وهنا هسميها اجر في ام فيرتشوال ماشين. احنا مش محتاجين افيلابيلتي زون. تعال نروح نقول له ويندوز سيرفر 2019 اهوت، نديله اليوزر نيم باسورد، بعد كده نفتح البورت الخاص برضه بال HTTP وال HTTPS عشان لو عملنا ويب سايت ونكسسه بالبرايفت اي بي بعد كده. بعد كده اقول له نيكست. هنا الديسكس عايزين بقى في النتورك هيكونكت على الاذر ديفولت سب زي ما انت شايف كده، واخد رينج 10 0 0 على 24، يعني الماشين دي هتاخد 10 0 0 4. نقول له هنا ريفيو اند كريت، بعدين نقول له كرييت الفيرتشوال ماشين. نفس اللي احنا عملناه من ناحيه الاجر برضه هنروح نعمله من ناحيه الاتش كيو. هنروح هنا على الهوم نكريت فيرتشوال ماشين خاصه بالاتش كيو، فاقول له هنا كرييت اجر فيرتشوال ماشين ريسورس جروب اتش كيو، اقول له هنا اسمها اتش كيو داش في ام
no infrastructure redundancy. تعال نقول له احنا عايزين نوين السيرفر، بعدين اليوزر نيم اند باسورد اللي احنا بنلوجن بيهم على الماشين. allowed ports، تعال نفتح ال HTTP وال HTTPS على الماشين. next النتوركينج دي هتكونكت على ال HQ VNet. عندنا review and create. بعدين هنكريت الفيرتوال ماشين الخاصه بال HQ. يبقى احنا كده بنكريت الفيرتوال ماشين الخاصه بال Azure والفيرتوال ماشين الخاصه بال HQ. تعالوا بقى نكونكت على الفي ام الخاصه بالأجر في ام، نعمل عليها كونكت ونداونلود الار دي بي فايل. نقول له كده الاوبن، نكتب اليوزر نيم والباسورد. نفس الكلام على الماشين دي بعد ما تعمل لها الكريشن، ولكن هو دلوقتي شغال بيعمل لوجن على الماشين الخاصه بالأجر في ام. هنا الماشين اتعمل لها ديبلويمنت خلاص بتاعه ال HQVM. نفس الكلام هعمل كونكت عليها وهقول له داونلود ال RDP فايل keep HQVM connect user name and password. بالتالي كونكت على ال Azure Virtual Machine. تعالى نرجع بقى على ال Azure VM. هنا في local server هنا دي ال Azure VM بتاعتنا. عايزين نفتح البورت الخاص بال ICMP4 عشان لما نيجي نتست الكونكشن. advanced ونيجي هنا على الانباوند بورتس ونفتح الاي سي ام بي 4. هنا هو فايل اند برينتر شيرنج الايكو ريكوست. تعالى نروح على الماشين اللي هي فيها خاصه بال اتش كيو، نفس الكلام معانا اهو. فهنا دلوقتي هم لنا ادفانسد. نفتح البورت الخاص بال بينج كنترول. هنا اي سي ام بي ايكو ريكوست فيرجن 4. اقول له هنا انيبل للرول. تعالوا بقى نفتح كده سي ام دي هنا. هنا لو كده اي دي الماشين دي واخده 192.168.0.4. لو انا رحت بقى على الماشين الخاصه بالاجر افتح كده السي ام دي. قلنا اي بي كونفج. هنا الماشين دي 100.4. تعالى بقى كده نفتح الاثنين ماشينز كده جنب بعض عشان نشوف الكونكشن على 192.168.0.4. انتر. مفيش. والناحيه الثانيه برضه هنا عملت بينج على 10.0.0.4 برضه مفيش. هيبقى فيه ريكوست تايم اوت. تعالى بقى
نرجع للاذر عشان نشوف اللاب اللي هنعمله عشان نعمل الفي بي ان سايت تو سايت، فيبقى الكونكشن ظاهر من ناحيه الاثنين. طيب هنا بقى هنبدا نبدا نعمل الستبس بتاعتنا تاني. نروح على الفيرتشوال نتورك جيت واي، يا اما هيكون موجود عندك يا اما هتكتب هنا فيرتشوال نتورك جيت واي واقول له هنا كرييت. هبدا هكريت ايه بقى؟ هبدا اكريت من ناحيه الاذر، فاقول له هنا ده هيبقى اسمه ايه؟ اذر فيرتشوال نتورك جيت واي. كلام جميل جدا. ده هيبقى ايه؟ في بي ان. طيب هيبص فين؟ هنا هقول له من ناحيه الاذر فيرتشوال نتورك. اوتوماتيك هيديتكت ان في جيت واي من ناحيه الاذر اسمها 10 0 1 0 سلاش 24 فورورد سلاش 24. فده كده معناه ان هو ايه؟ حط الايه؟ الجيت واي بتاعي. عظيم جدا. طيب هنا بيقول لك البابليك اي بي ادرس، فانا هعمل هنا ايه؟ اذر بينت جيت واي داش بابليك اي بي. ده ايه؟ الاذر فيرتشوال نتورك جيت واي ايه؟ بابليك ايه؟ اي بي. هنكريت نيو بابليك اي بي عشان ده اللي هيبقى من ناحيه الجيت واي بتاع الايه؟ بتاع الاذر. طيب افيلابيلتي زون ريدندنت، مش محتاجين اي حاجه تاني اكتر من كده. هنقول له هنا ريفيو اند كرييت. بعد كده هنقول له كرييت. طبعا الكرييشن بتاع الفيرتشوال نتورك جيت واي بياخد وقت طويل شويه، يعني ياخد مثلا من 5 ل 15 دقيقه في الكرييشن يعني. تعالى هنا برضو نروح على الفيرتشوال نتورك جيت واي عشان نعمل الفيرتشوال نتورك جيت واي من ناحيه الاتش كيو اللي هي الاون بريمسز. فانا هاجي هنا هبدا اقول له هنا هيبقى اسمها ايه؟ اتش كيو بي نت جيت واي بي بي ان. نفس الكلام هنا بقى هيروح على الفيرتشوال نتورك اللي هي اتش كيو. نفس الكلام هيروح على السب نت من ناحيه الاتش كيو. اقول له هنا هكريت اتش كيو في نت جيت واي بابليك اي بي، وده احنا هنحتاجه. وهاجي هنا اقول له الافيلابيلتي زون ريدندنت، احنا مش محتاجين اكتف مود او البي جي بي. هقول له هنا ريفيو اند كرييت. بعد كده هنكريت الفيرتشوال نتورك جيت واي من ناحيه الاتش كيو. فكده دلوقتي هو بيبدا يعمل كرييت للاذر فيرتشوال نتورك جيت واي من ناحيه الاذر، وبنكريت الاذر الفيرتشوال نتورك جيت واي من ناحيه الاتش كيو او الاون بريمسز. وقلت لكم ان ده بياخد وقت شويه، فلو هو خد وقت شويه في الكريشن ما تقلقش، هو هياخد وقت شويه كده في الكريشن، وبعد كده هتلاقيه بيقول لك ان هو فينيشد ودن، ان هو خلص الكريشن بتاع الفيرتشوال نتورك جيت واي. طيب كده خلص الكريشن بتاع الفيرتشوال نتورك جيت واي. لو قلت له هنا جو تو ريسورس هتلاقي هنا الاجر فيرتشوال نتورك جيت واي من ناحيه الاجر، وده ادالنا بابليك اي بي. ونفس الكلام هنا برضو الجو تو ريسورس كده. لو رحنا للاتش كيو فيرتشوال نتورك جيت واي هتلاقي هنا الاتش كيو فيرتشوال نتورك جيت واي سب نت، وادي البابليك اي بي بتاع الجيت واي بتاع الاجر بتاع الاتش كيو، وادي بتاع الاجر 4 255 85 105، وهنا 4 255 81 158. طيب هنيجي هنا من ناحيه الاجر نركز بقى في الحته دي. هاجي هنا اقول له انا عايز اكريت حاجه اسمها لوكال نتورك جيت واي. لوكال نتورك جيت واي، اللوكال نتورك جيت واي دي اللي هي هنا في الرسمه هي دي. فاللوكال نتورك جيت واي في ناحيه الاجر هتبص على الاتش كيو، ومن ناحيه الاتش كيو هتبص على الاجر. تعال نشوف بقى هنعملها ازاي. فاللوكال نتورك جيت واي دي اقول له هنا كرييت. بعدين هنا سيرش الرول الخاصه بالاجر، هنا هكريتها هتبقى اسمها اجر لوكال نتورك جيت واي. عظيم. الاي بي ادرس بقى اللي هيتحط هنا ده مين؟ ده البابليك اي بي الخاص بيه مين؟ بالاتش كيو. فهنا هيتحط البابليك اي بي الخاص بتاع مين؟ الاتش كيو اللي هو من اول 4 ده لحد 58 اهو. فده البابليك اي بي اللي انا هيتحط هنا. كلام جميل. طيب هنا بس عشان ايه بيقول لك في مساحه اهي.
تمام. هنا بقى الادرس رينج، الادرس رينج هجيبه اللي هو بتاع مين بقى؟ اللي هو بتاع الفيرتشوال نتورك الخاصه بمين؟ ب لو رحنا الفيرتشوال نتورك الخاصه بمين؟ بالاتش كيو. انا هنا بكريت الاذر، فالاذر عشان يبص ناحيه الاتش كيو، فاجي هنا اقول له الاتش كيو، اقول له هنا الادرس سبيس بتاعنا اهو. تعالى هنا ناخده كوبي ونحطه هنا فين؟ في الاتش كيو، واقول له هنا نكست. هنا مش محتاجين الاي جي بي، بعدين ريفيو اند كريت، بعد كده ابدا اقول له هنا ايه؟ كرييت. طيب نفس الكلام، هنضطر نجيب ايه؟ هنضطر الاول نجيب في الاذر فيرتشوال نتورك الادرس رينج اللي هو 10.0.0.16، وهروح على النتورك جيت واي الخاصه، الفيرتشوال نتورك جيت واي الخاصه بمين؟ بالظبط كده الخاصه بالاذر، واجيب البابليك اي دي الخاص من ناحيه الاذر فيرتشوال نتورك جيت واي اللي هو ده. كنترول سي، بعدين نروح بقى نبدا نكريت ايه؟ اللوكال نتورك جيت واي الخاص بالاتش كيو، فاقول له هنا كرييت اتش كيو، هنا بدل other local network gateway هسميه اتش كيو. هنا هحط الايه؟ البابليك اي بي الخاص بمين؟ بالاذر، وهنا الادرس رينج الخاص بمين؟ الاذر اللي هو 10.0.0.16، مش محتاجين الاي جي بي، وبعد كده نقول له كرييت. فهنا هيكريت، عمل كرييت خلاص لللوكال نتورك جيت واي من ناحيه الاذر اللي بص على الاتش كيو، ومن هنا برضه عمل كرييت ناحيه الاتش كيو اللي بص على الاذر. طيب هنا خلاص عمل كرييشن لللوكال نتورك جيت واي من ناحيه الاذر ومن ناحيه الاتش كيو. هنيجي بقى للخطوه الاخيره. هنا هنروح على الفيرتشوال نتورك جيت واي، وهاجي على الاذر فيرتشوال نتورك جيت واي، وهروح اعمل كونكشن. انا هاجي هنا اقول له اد ايه؟ اد كونكشن. فهاجي هنا اقول له هنا اد الاذر، هيبقى سايت تو سايت اي بي سيت، هنسميها مثلا اذر تو اتش كيو، من الاذر الى الاتش كيو. نيجي هنا بقى في السيتنجز، هنا انا في الاذر، فانا اقول له الفيرتشوال نتورك جيت واي بتاعتي اذر فيرتشوال نتورك جيت واي، وبعدين اقول له الاذر لوكال نتورك جيت واي دي اللي باصه ناحيه الاتش كيو. هنا البري شيرد كي، البري شيرد كي ده 1 2 3 مثلا، او اي باسورد انت عايزها، وهو اللي هيتحط هناك الناحيه الثانيه. هنا هقول له هنا بقى ريفيو اند كرييت، بعدين نكريت الكونكشن، فهو هنا هيبدا يكريت الايه؟ الكونكشن. تعالى هنا نعمل دبليكيت للتاب عشان نكريت الكونكشن من ناحيه الاتش كيو تو اذر. اجي هنا في الفيرتشوال نتورك جيت واي الخاصه بالاتش كيو، وهروح على كونكشنز واقول له هنا اد، اد جوه الاتش كيو، هيبقى اسمها سايت تو سايت، هيبقى اذر تي اتش كيو، لا هتبقى العكس بقى، هتبقى اتش كيو سلاش تو اذر. هنا طالما اتش كيو هتبقى هنا الجيت واي بتاعتنا اتش كيو الفيرتشوال نتورك جيت واي، واللوكال نتورك جيت واي برضه اتش كيو، عشان الاتش كيو دي هي اللي باصه ناحيه الاذر زي ما احنا عملنا. وهنا البري شيرد كي 1 2 3، بعد كده نقول هنا ريفيو اند كرييت، يبدا يريفيو السيتنجز بتاعتنا. بعد ما يخلص الريفيو فاليديشن داز، واقول له هنا كرييت. هنا بيبدا شغال في ان هو بيبدا يعمل كرييت لي كونكشن، ادي الاذر تو اتش كيو الكونكشن، بيكرييت الكونكشن بين الاثنين، ولسه هنا برضو بيكرييت الكونكشن من الاتش كيو للاذر. تعالوا نتاكد بس كده الاول من اللي احنا شغالين. احنا هنا اهو دي التو فيرتشوال ماشينز، لو جينا عملنا هنا بينج من الاتش كيو للاذر مفيش، نعمل بينج من هنا، نعمل بينج من الاذر تو اتش كيو برضو مفيش، ريكوست تايم اوت. طيب
طيب هنا في الاذر خلص اهو. تعالى هنا نقول له جو تو ريسورس، هيفتح لنا الكونكشن اللي هو الاذر تو اتش كيو موجود هنا اهو كونكتد تمام. تعالى هنا جو تو ريسورس برضه كونكتد زي الفل. تعالى بقى نروح على التو فيرتشوال ماشينز اللي احنا كنا شغالين عليهم. تعالى نفتح بينج من الاذر او تو اتش كيو من هنا في الاذر اهو. الريبلاي تم من ناحيه الاذر. تعالى نعمل بينج من ناحيه الاتش كيو تو اذر. الريبلاي تم، معنى كده ان خلاص بقى في كونكشن. انا لو رحت من هنا كده اقدر اعمل ريموت ديسكتوب عليها، وهفتح كده الريموت ديسكتوب من اس تي اس سي. بعدين هقول له عايز اكونكت على 10.0.0.4. فتح لي يوزر نيم وباسورد وكونكتد. فكده بالتالي الجزئيه بتاعه الفي بي ان سايت تو سايت اتس راننج ناو شغاله هنا من هنا لهنا ومن هنا لهنا وكونكتد والدنيا تمام. نبدا نتاكد منين ان الدنيا قايمه وكونكتد. لو هنا عايزين بقى نتاكد دايما نشوف ان الفي بي ان راننج ولا لا، هنفتح الكونكشنز. هنفتح كده الكونكشنز. فهنا دلوقتي نفتح الاذر تو اتش كيو. هتلاقي هنا الستيتس بتاعتها كونكتد. نروح هنعمل اتش كيو تو اذر. هنا كمان الستيتس بتاعتها كونكتد. خلاص هنا الداتا ترانسفير ان والداتا اوت. خلاص بقى في كونكشن بين هنا وبين هنا والاجهزه شايفه بعضيها. كده يكون خلصنا وعملنا اللاب الخاص بالفي بي ان سايت سايت. ربطنا الاتش كيو بالاجر والاجر بالاتش كيو من غير اي اضافات ولا اي حاجه، كانك بالظبط فتحت فرع جديد في الاجر. التوفيق للجميع باذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.